هتاكلوا ايه بكرة؟ اي حاجة. السؤال اللي دايما دي اجابته، واحنا دايما مش عارفين ايه هي اي حاجة. علشان كده بنعمل مع بعض كل اسبوع منيو الاكلات، سفرة كاملة ل7 ايام، حلو وحادق، ولا تفكري ولا تحتاري، عليكي بس تختاري. النهاردة معانا منيو اكلات لذيذ وصيفي وسريع جدا، اكلاته كلها خفيفة. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. واهلا بيكم معايا في قناتنا التانية للمنيوهات والوصفات السريعة، فكرة وطبخة مع قيمة 2. هنبدأ على طول معانا بأول يوم في الأسبوع، وعايزة أقول لكم إن كل اللينكات أو الروابط بتاعة الوصفات دي سايبها لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو علشان توصلوا ليها بكل سهولة. وندخل على شرح سريع للوصفات بتاعتنا. أول أكلة في الأسبوع بربع كيلو من اللحمة المفرومة، هتعمل لهم حقيقي صينية السعادة. حاجة كفتة بالبطاطس دايبة دوبان، دي بقى تاكليها بعيش مع شوية رز أبيض أو رز بشعرية، ويسلام على الجمال. جبت معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة وفرمت عليه في الكبة حباية صغيرة كده من البصل أو متوسطة، نص حباية من الفلفل الأخضر، فصين من الثوم، ربع كوباية من البقدونس. هفرم كل ده وأضيفه معايا على خليط اللحمة المفرومة. معلقتين من البقسماط، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ملح، فلفل أسود، توابل لحمة، واعجني كل ده مع بعض. وابدأ ان انتي قطعي شرايح كده خفيفة من البطاطس والبصل والطماطم، وتبليهم بملح وفلفل أسود وكمون. رصي البطاطس عندك في الصينية، وهاتي بقى خليط الكفتة وهي نية كده وافرديه معاكي على الخضار. قفليها بالفويل ودخليها الفرن نص ساعة وبألف هنا. خطيرة جدا جدا. ايه الأكلة المعتمدة للصيف؟ الحاجة كده لما بنقوم مش عارفين هنعمل ايه يقولك على طول مكرونة وبانيه. تعالوا هنعمل بانيه الفراخ النهاردة بتتبيلة وطعم وكفر كريسبي خطير جدا. في الكبة معاكي هتحضري حباية متوسطة أو صغيرة كده من البصل، فصين من الثوم، كوباية صغيرة من الزبادي، معلقتين من الخل، وافرم كل ده مع بعض وانزله على صدور الفراخ المتقطعة كده شرايح خفيفة وحلوة. وابدأ ان انا اتبلها معايا بملح وفلفل اسود وتوابل فراخ ورشة من الزعتر والبابريكا والثوم والبصل البودرة، واسيبيها بقى تتشرب التتبيلة. بعد كده حضري لها الكفر الكريسبي الخطير جدا، وحمريها معاكي على نار متوسطة، ودوقي الجمال، واعملي جنبه مكرونة، سندوتشات، عيش بقى اللي انتي حباه. اما بقى الصينيه دي بجد هتدوبي في طعمتها وفي الصوص والبصل اللي فيها. البصل اللي فيها يا جماعه طعمه احلى من الفراخ نفسها. لو عندك أجنحة، دبابيس، فراخ، أي حاجة من الفراخ كده قطعيها معاكي وتعالي نشتغل بيها. أنا كان عندي دبابيس، بدأت إن أنا أتبلها بالتتبيلة الحلوة كده، بصل وطماطم مضروبين معايا في الكبة، ملح، فلفل أسود، حبهان ورق لوري مطحون. وقلبي كل ده مع بعض، وقطعي كمية حلوة بقى من البصل، وابدأ إن انتي كرمليه كده على النار، مع حطي معاه شوية من دبس الرمان والتوابل الحلوة. بعد كده حطي البصل وحطي الفراخ عليه، قفلي كل ده ودخليه الفرن، ودوقي الجمال والطعامة والبصل الخطير مع شوية رز كده، مفيش أحلى منهم. أما وصفة السمك الأسبوع ده بقى بجد رهيبة جدا، ولا شوي ولا قلي ولا تقفي كده تستني السمك على ما يتعمل. هتجهزيه في 5 دقايق وتسيبيه في الفرن. السمك في الكيس الحراري يا جماعة بطريقة رهيبة جدا. هنتبل معانا السمك طبعا أي نوع انتي حباه، أنا اشتغلت بالمكاريل، بتوم وكزبرة وليمون وكمون، رشة من الفلفل الأسود، فلفل أخضر مفروم في الكبة، كل ده مع بعض كده تبلي السمك. بعد كده اعملي له خلطة خضار حلوة كده، حشوة هتكون مكونة من الطماطم ومن الفلفل ومن البصل. وقلبي كل ده مع بعض وتبليه، واحشي بيه السمك، وحطي بقى البواقي بتاعة الخلطة دي في الكيس الحراري من تحت. وابدأي حطي السمك عليه متبل اللي حشينا البطن بتاعته بالخضار، ودخليه الفرن وبألف هنا. بعد نص ساعة أكلة سمك معتبرة رهيبة جدا. عملنا سمك، تعالوا نحلي معانا بأحلى وأطعم فطاير، فطاير المصيف كده اللي بتتباع في المصايف بلفة جلاش. هتعمل معانا كمية حلوة قوي. الفطاير بتاعت زمان المحشية بالكاستر ومسقية كده بالحليب والسكر البودرة. هتجيبي لفة جلاش، تاخدي كل ورقتين كده وتبدأي ان انتي تدهنيهم بين بعض كده بالزبادي والخليط بتاع البيكنج باودر والسمنة، وتبدأي تعملي حشوة الكاستر بتاعتك وتحشيها من النص، وتطبقيها زي الظرف كده لغاية ما تخلصي الكمية كلها. وعلى طاسة فيها حتة من الزبدة، ممكن كمان في الفرن، ببدأ ان انا اسوي الفطاير دي.
بعد ما تخلص بقى وتاخد اللون الحلو ده من الجنبين، ببدأ ان انا ارشها بالسكر البودرة وعليها شوية حليب بقى، ومش قادرة اوصفلك الطراوة والطعامة والطعم المسكر والجمال وكل الكمية اللي انتوا شايفينها دي بلفة جلاش. حاجة بجد في منتهى السهولة والطعامة وبدون فرن. هتعمليها بجد والكل هينبهر كده بطعمها. تقدري تحشيها كاستر، مهلبية، سيبيها سادة، حطي اي حشوات زي ما انتي حابة. تعالوا النهاردة نعمل اكلة الحلة الواحدة، حاجة سريعة وسهلة جدا في حلة واحدة. وكمان هنعملها بدون رز بسمتي اللي سعر الكيلو بتاعه داخل في 80 جنيه كده، من اقل الانواع. هنعمله النهاردة بلسان العصفور، وهيكون طعمها خطير ومتبلة ومفلفلة، ولا الرز البسمتي. بجد كل اللي بيدوق لسان العصفور بالطريقة دي ما بيصدقش ان هي مش رز بسمتي حقيقي. هنبهرها ونتبلها كده بخلطة الكبسة الرهيبة بالبهارات العربية كده، وزي ما انتوا شايفين فيها فلفل احمر، فيها جزر مبشور، بصل، شوية حاجات. يا جماعة لازم تشوفوا الوصفة بجد عشان تاخدوا التكنيك كده بتاع التركيبة كلها على بعض. ولسان العصفور نحطها امتى، المية المظبوطة بتاعتها عشان تكون مفلفلة، وحتة اللحمة الموزة الدايبة اللي اتحمرت في الزبدة دي، لا بجد خطيرة جدا جدا. جربوها ومتأكدة ان هي هتعجبكم. شايفين لسان العصفور مفلفل قد ايه ولونه حلو، ولا كأنه رز بسمتي بجد. طب تعالوا بقى بلفة جلاش تانية نعمل معانا وصفة غداء في منتهى الجمال. لو متبقي عندك اي لحوم في التلاجة، جبن، خضار، المتوفر. تعالوا نعمل صاروخ الفطاطري الرهيب. مش عايزة اقولكوا سعر الواحدة كده او القطعة بقى سعرها كام عند بتوع البيتزا والفطير. بلفة جلاش هنعمل معانا 4 بحجم عائلي. قطعيها بالشكل ده بقى وقدميها جنب شوية خيار مخلل، شيبسي، كاتشب ومايونيز، مفيش أحلى منها. هنحضر معانا كده لفة الجلاش، وناخد كل 4 ورقات مع بعض، ونبدأ ان احنا نورق بينهم بشوية زبدة كده او زبادي وسمنة. وابدأي ان انتي حطي الخليط اللي انتي حابة في النص. حطيت جبنة، وكان عندي برجر كمان قطعته، حطيت فلفل، زيتون، طماطم، اللي انتي حباه. ولفي كل ده رول كده، وحطيه عندك في صاج او صينيه. حطي بقى كله جنب بعض، وعلى الوش كده اديله جبنه موتزاريلا، اديله شويه خضار، زيتون، وش بيتزا كده بمعنى اصح، ودخليه الفرن. سيبيه بقى يستوي من تحت وياخد اللون الحلو، والجبنه تسيح من فوق، ودوقي الجمال والطعامه. شكله لوحده ولونه بجد يفتح النفس. طب تعالوا نعمل شوية كده أجنحة دجاج كنتاكي، بجد يا جماعة طعمهم رهيب. جبت عندي حليب، كوبايتين من الحليب، وتبلتهم بمرقة فورية، ملح، فلفل اسود، ليمون، شوية صغيرين من الخل، وتوابل فراخ. وابدأي ان انتي نقعي فيهم الأجنحة اللي اتغسلت كويس وخرمناها كده علشان تتشرب التتبيلة. سيبيها يوم كامل، وابدأي بعد كده اعملي لها كفر التغطية، الدقيق الكريسبي بقى مع البهارات. وابدأي ان انتي اعمليه بتكنيك معين كده عشان ياخد الشكل الكريسبي الحلو ده، وحمريه معاكي. واعملي جنبه شوية رز ريز وشوية بطاطس محمرة مع كاتشب كده، وبجد الطعامة مفيش بعد كده. اتمنى المنيو ان شاء الله النهاردة يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك في القناة، وانتظروني في فيديو جديد. مع السلامة.